هذه القراءة سيتناولها مجموعة من الفاعلين من أعضاء المجلس المغربي للشؤون الخارجية، أساتذة، باحثين، خبراء، لتستخلص ما هي العوامل والنقاط التي سنتطرق إليها. طبعا سنرى أولا ننطلق من البعد الجيوسياسي لهذه المبادرة، البعد الجيو اقتصادي، كذلك القدرة على التموقع الجديد في المجال الإقليمي والدولي للمغرب. ونعتبر أن هذه المبادرة قد تعطي للمغرب قوة أكثر فعالية وأكثر تمركزا في مغرب المستقبل. هذا اللقاء هو داخل في إطار مجموعة الأنشطة التي ينظمها هذا المركز. والموضوع اليوم هذا اللقاء هو المبادرة الأطلسية التي الآن أصبحت مكون أساسي من السياسة الخارجية للمغرب، واللي عطى الانطلاق ديالها صاحب الجلالة في 2023 أعتقد، واللي تتهدف أن يكون واحد النوع ديال العلاقات جديدة مع بعض الدول، بالأخص الدول التي ليست لها واجهة بحرية، وأن منها المالي من طبيعة الحال، المالي والنيجر وبوركينا فاسو، واللي تتهدف هذه المبادرة هي تعزيز العلاقات في إطار رابح، والمغرب مستعد باش يمنح البنيات التحتية ديالو وكل الإمكانات ديالو ليتقاسمها مع هذه الدول. وهذا داخل في واحد الإطار كبير جدا ديال التعاون ضد الإرهاب والتعاون لتنمية هذه المناطق. والعنصر الأساسي في هذه المبادرة هو العنصر البشري، ولهذا المغرب مستعد باش يساعد هذه الدول في إطار تعاون للولوج إلى المحيط الأطلسي والاستفادة الجماعية من هذه الامكانات. في الحقيقه هذه الندوه اللي كنظموها هذا المساء هذا هي تندرج في اطار الانشطه السنويه ديال المجلس، واللي كتشمل واحد العدد ديال اللقاءات الفكريه السياسيه، اللي تسلط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب في في القارة الإفريقية من أجل توثيق علاقاته مع بلدان هذه القارة، وطرح عدد من المشاريع الهيكلية الكبرى التي تساهم في الدفع بالتنمية الشاملة بالقارة الإفريقية. ولعل أبرز هذه المبادرات المبادرة الملكية الأطلسية، وكذلك الخط البحري الذي سيتم أو تم الإعلان عن إطلاقه في المدة المقبلة بين الأكادير ودكار، وغيرها من المبادرات والمشاريع الكبيرة التي يسعى المغرب من خلالها إلى تمكين القارة الإفريقية من شروط النهضة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، وكذلك للتقاسم معها الخبرات التي ركمها المغرب في عدد من الميادين والمشاريع المهيكلة. مشكور.